لقد تعلمت الكثير عن السلوك البشري خلال سنوات من الإحراج، حيث لا يحتاج الناس إلى معرفتك حق المعرفة لإصدار حكم سريع على نوع الشخص الذي أنت عليه. يمكنك فرض احترام الآخرين لك عن طريق إجراء بعض التغييرات الطفيفة في سلوكك اليومي، مما سيؤدي إلى تحسين معاملة الناس إليك. أولاً، توقف عن أن تكون متاحاً دائماً. لا تكن متاحاً دائماً هو الدرس الأول الذي ستهديك إياه الحياة على طبق من الندم. ستتعلم بأن تواجدك الدائم وعطائك الكثير ونصائحك ومشاعرك المهدورة أصبحت عادة، فأنت المتاح في كل وقت، والبشر لا يحبون العطاء السهل بقدر ما يستهويهم ما هو صعب، وعطاؤك أنت كان هين، فأنت لا تحتاج دائما إلى الرد على رسالة واتساب في الدقيقة نفسها. لا ينبغي أن تكون متاحا دائما. إن الشعور بالندرة هو ما يجعل الناس يسعدون بالمعاملة معك واحترامك، فمعلوم عندنا أن الأشياء النادرة تكون قيمتها غالية جدا. ثانيا، تحدث أقل. إن قلة الكلام ميزة الإنسان المتعلم، فمن يقرأ ويعرف الكثير عن الحياة يتعلم دائما أن ينصت لغيره، لأنه بحاجة لأن يزيد من علمه ويطور من ذاته. كما أنه من المعروف أن كثير الكلام يكون هدفه إثبات نفسه فقط، لأن لديه نقص في شيء ما ولا يكون من كلامه فائدة. فمثل هؤلاء الأشخاص تجد الآخرين يتجنبون مجالستهم والاستماع إلى أحاديثهم، كما أن الكلام يكشف صاحبه من أول كلمة، وبالتالي تعرفه الناس فتبتعد عنه أو تقترب منه. لذلك على الإنسان أن يعي جيدا ما يقول، ومع من يقول، وكيف يقول. ثالثا، تحسين مظهرك الخارجي. لا يمكننا تغيير المظهر الذي خرجنا به من رحم أمهاتنا، ولكن يمكننا تعديله. فعند قيامك بقصة شعر أو ارتداء بدلة جديدة، فهذه بعض الأسباب التي تجعلك تشعر بتحسن في نفسيتك. إن النظر إلى الجسم الذي نحبه في المرآة يحدث فرقا. قد ندعي أن الاهتمام بمظهرنا أمر سطحي، لكنك تعلم في أعماقك أنه أمر أساسي، وسيغير تصور الآخرين عنك بشكل كبير. مقاومتك لهذا الأمر سوف تبقيك بائسا. رابعا، التحكم والسيطرة في العاطفة. إذا كنت سريع الغضب والانفعال، فكن أكيدا أنك ستفقد احترام الناس لك. إن الشخص المنفعل يفقد احترام وتقدير الآخرين له، فأنت لا تحب التعامل مع الأشخاص سريع الانفعال وتتجنبهم، حيث لا ترغب في خلق علاقات اجتماعية معهم. ويحظى الأشخاص غير المتفاعلين باحترام هائل، لأنهم قاموا برعاية فجوات واسعة بما يكفي للسماح بتبدد أي توتر في أنفسهم. خامسا، أنت شخص محترم جدا. نشكرك لبلوغك آخر الفيديو، ونقدر ذلك. لا تنسى الاشتراك معنا في قناتنا وتفعيل الجرس. لنلتقي في موضوع آخر، سنشتاق إليك.